هاي، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن مجموعة جديدة وهي مجموعة بوبانا للبشرة. انا جبت اغلب منتجات البشرة من بوبانا وهقول لكم رأيي فيها بالتفصيل الممل. يلا بينا نبتدي في اول منتج. اول حاجة الغسول ده غسول وجه بحمض الهيالورونيك. طبعا ده مش فعلا، ده كلام مش حقيقي، بحسه كلام ماركتينج مش اكتر، لانتعاش وترطيب البشرة للبشرة العادية والجافة. حجمه 50 ملي. انا بشرتي مختلطة وبقالي فترة هي مايلة للدهنية كده شوية. ده كان سعره ب15 جنيه. ده قوامه هو شفاف وقوامه لزج شوية اهو. تقيل. ريحته جميلة ومنعشة كده شوية. مكتوب عليه ريفريشنج وهايدريتنج ووتر جيل. هو فعلا ووتر جيل قوامه ده. بس عيبه حسيته شوية في قوامه انه ممكن يتزحلق، فخلي بالك وانتي بتاخديه، وخصوصا لو ايدك مبلولة ممكن يتزحلق بسهولة منها لانه بيكون لازق جدا وتقيل جدا. لكن كوظيفته الأساسية تنظيف البشرة، هو تحفة، بينظف كويس جدا جدا. أنا بشرتي مختلطة ونفع معاها، والأوقات اللي بتكون في بشرتي دهنية برضو كان حلو جدا معاها. ما كانش بينشف البشرة، كان بينظفها حلو. كان لطيف جدا على البشرة. أنا حسيته البديل الأرخص لغسول نيتروجينا هيدرو بوست. هو معايا وانا بستخدمه، بس هو التاني على ووتري اكتر. لكن ده على لزج اكتر. ده الفرق ما بينهم، لكن في التأثير الاتنين خفاف جدا على البشرة، فده انصحكم بيه جدا. هو فعلا جميل خالص. فانا كده حسيته انه مناسب لكل البشرات. طبعا لو انتي بشرتك دهنية ومايلة للحبوب ما اعتقدش ان هو هيناسبك. هو مجرد تنظيف بس، لكن وظيفته كتنظيف فعلا جميل جدا وبيأدي الوظيفة على اجمل وجه ومش بينشف البشرة. تاني حاجة طبعا المشهور من سنين كتير جدا، ملح الحليب ده انا مخلصاه خالص. هو بالزبادي والحليب. كان سعره حوالي 25 جنيه تقريبا. 300 جرام حجمه. مكتوب عليه لتفتيح البشرة، غني بفيتامين ه. إلى جانب الحليب الصافي والملح الطبيعي، يعمل الحليب الصافي على ترطيب وتفتيح البشرة بشكل واضح وملموس. هو الفكرة ان هو زي حبيبات الملح كده الخشنة. انا بحب اضيفه ليه حاجات. لو في حاجة مثلا عندي سكراب ترطيبه مش قوي، بضيفه عليه وبيديني ترطيب قوي. ولو انتي متعورة في اي حاجة حتة في جسمك، لا بلاش تستخدميه، لانه بيلهب البشرة جامد جدا، وهو فعلا بيعمل سكراب حلو قوي. وبتحسي بعد استخدامه كده ان بشرتك بقت ناعمة جدا. بس لازم الترطيب لان سكراب قوي قوي. فده تاني منتج عجبني قوي من بوبانا. تالت حاجة معانا وهو الإصدار الجديد ده من الصنفرة بتاعتهم. دي بالعسل والكولاجين. حجمها 300 جرام لبشرة ناعمة. أنا كنت جايباها ب25 جنيه. مكتوب عليه تعمل على ترطيب وتنعيم البشرة، تقشر البشرة بلطف دون تجريحها بسبب تكنولوجيا الحبيبات الدائرية، لتترك بشرة ناعمة مرطبة وصحية. هو مكتوب عليه تحطيه على بشرتك، بس مش محددين بشرة الوش ولا الجسم، بس في اخر الطريقة مع تجنب منطقة العينين. ففعلا هو انسب، انا حسيته انسب جدا للوش مش للجسم. السكراب ده انا شفت عنه ريفيوهات كتير جدا بيشكروا فيه، بس الحقيقة اني انا معجبنيش قوي للجسم، او معجبنيش خالص اصلا للجسم. هو عجبني للبشرة. شكله بيكون كده، ريحته تحفة، ريحته فعلا جميلة جدا. هي بوبانا تطورت الفترة الاخيرة. والباكج بتاعه برضو شيك خالص، بيكون فيه البتاعة دي كمان عشان تحافظ عليه. بيكون كده من جوه. دي الحبيبات بتاعته. هو كريمي كريمي قوي، والحبيبات بتاعته مش قوية، يعني اقدر اقول من متوسطة لضعيفة وصغيرة.
فالسكراب بتاعه للجسم لا ضعيف شوية. هو مناسب اكتر للبشرة زي ما قلنا اهو كده. حبيباته صغيرة جدا زي ما هو باين كده، صغيرة ومش قوية. فانا كنت لما بحب اعمل سكراب لجسمي كنت بضيف عليه ملح الحليب ده بتاعهم، وفعلا كان بيعمل سكراب جامد، لان كمان هنا نسبة الكريم او الكريمي فيه كتير قوي، فكان الملح الحليب كان بيمسك فيه قوي. فهو على قد سعره حلو قوي. لو استخدمتيه للبشرة بس هيفضل معاكي كتير جدا، كميته كبيرة يعني 300 جرام، فحلو قوي. لكن انا اغلب الريفيوهات اللي انا شفتها بيقولوا انه للجسم، لا يا جماعة خالص، انا ما حسيتوش خالص انه مناسب للجسم. وبس كده، تعالوا ننقل على حاجة تانية. قناع الفحم ده انا كنت جايباه في عرض، هو وقناع الذهب ده الاتنين كانوا ب40 جنيه، وهو لما بيتباع لوحده كنت بلاقيه ب35، فانا جبت الاتنين مع بعض. حجمهم هما الاتنين 120 جرام كل واحد. قناع الفحم ده انا بستخدمه كتير جدا. هو قوامه من جوه كده تقيل جدا كده، وبتفرديه على البشرة بالشكل ده. ويستحسن ان انتي تفردي طبقة تخينة زي كده، زي دي مش زي دي، علشان يعمل طبقة تخينة كده وتعرفي تشيليها. بياخد وقت كبير قوي عقبال ما ينشف، بياخد حوالي مثلا نص ساعة بس. عجبني جدا. هو مش احسن حاجة في ازالة الرؤوس السوداء. كمان تعالوا نقرا وظيفته الاساسية، لاني انا بحس ان هو متروج له بحاجة بس هو استخدامه حاجة تانية. هو بيعمل على تنقية وتنظيف البشرة بعمق مع الحفاظ على ترطيبها وحمايتها من الجفاف. الوظيفة دي إلى حد ما فعلا بينظف شوية البشرة. بيعمل على إزالة الأوساخ والأتربة، نفس الفكرة برضو، والميكروبات والخلايا الميتة. الخلايا الميتة مش قوي، حسيته لا مش قوي مع كسكراب او كحاجة بتشيل الخلايا الميتة وبقايا الافرازات الدهنية دي فعلا، والعرق وبقايا المكياج. انا ما حطيتوش قبل كده، وكنت حاطة مكياج دايما بحطه على بشرة نظيفة. هو جميل جدا، بيتشال كده، بيتقشر وبيتشال. بستخدمه برضو المناخيري لما بتكون فيها رؤوس دهنية كده ورؤوس سودا. تأثيره على الرؤوس السودا لأ، لكن على الرؤوس البيضة والإفرازات الدهنية اللي في المناخير فعلا بيقللها. فلو اتكلمنا عن تأثيره على قد سعره، لأ حلو قوي بالنسبة لسعره. لكن قناع الذهب ده انا الصراحة ما استخدمتوش، وحاسة ان هو يا اما هيبقى نفس التأثير بتاعه يا اما تأثيره اقل، لاني انا ما شفتش حد جربه قبل كده وشكر فيه. اغلب اللي جربوه ما شكروش فيه، بس اكيد لو جربته هقول لكم عليه. ده بقى الماسك ده، ماسك الحليب للتفتيح والترطيب. الحقيقة ان انا كنت عايزة استخدمه جدا، اجيبه جدا. هو حجمه 250 جرام، يعني ربع كيلو، حجمه كبير قوي. كنت جايباه ب25 جنيه زي ما هو باين. ريحته جميلة جدا جدا اهو شكله من جوه. هو كريمي قوي كده، كريمي خالص. تعالوا نستخدمه هنا مثلا اهو. بتفردي طبقة كده على وشك كله وبتحطيه. طيب تعالوا نيجي بقى لتأثيره. هو مكتوب عليه ايه؟ وريحته نفاذة جدا وفيها كحول باين جدا عليه انه فيه كحول. كمان برضو قناع الفحم فيه كحول، فلو انتي بشرتك بتتحسس لا بلاش خالص خالص تستخدميه، لان اغلب منتجات بوبانا بحس فيها نسبة الكحول عالية او البرفيوم عالية، فبلاش، ما انصحكيش بيه. وده كمان لو بشرتك بتتحسس لا بلاش خالص. هو بيعمل ايه الماسك ده؟
مرطب، المفروض انه مرطب غني بالحليب وفيتامين اي البشرة الجافة. انا بشرتي مختلطة، وده مخصص للبشرة الجافة، يعني المفروض انه بيرطب قوي. تركيبة غنية بقوة الحليب تساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها وتقليل آثار البقع الداكنة. هو مش بيعمل حاجة خالص من الحاجات دي، لا بيرطب ولا بيشيل بقع ولا بيوحد لون ولا بيعمل أي حاجة. أنا استخدمته كتير كذا مرة. لا يا جماعة، هو مش بيعمل حاجة خالص. أنا محسيتش خالص إنه بيعمل حاجة ولا حتى ترطيب. بحس ان هو زيه زي قلته، زي ما بحطه زي ما بشيله، لاني انا استخدمت ماسكات كتير. لا حاجة تانية خالص غيره. فانتي لو حابة تجيبيه تجربيه، هو سعره مش كبير، ممكن يكون اغلى شوية دلوقتي. اوكي جربيه، لكن اهو مكتوب عليه للبشرة الجافة. لكن انا استخدمته ما حسيتش خالص ان هو ليه لازمة. انا بستخدمه كده، بقيت استخدمه كل فين وفين من كتر ما انا مش حاسة ان ليه لازمة قوي. بس كده. اخر حاجتين معايا، ده اللوشن ده هو اتشهر خالص الفترة الاخيرة. لوشن بوبانا ده حجمه 300 ملي، كان ب50 جنيه كنت جايباه، فهو حلو قوي على سعره. ده بسحر الأنوثة، هما نازل منهم 4 روايح. سحر الأنوثة، وفيه سحر الجنون وسحر الجمال وسحر الغموض. آه، هو بيرطب البشرة. ترطيبه حلو، أنا بحسه ترطيبه متوسط، ينفع جدا في الصيف. البشرة بتتشربه بسرعة. تعالوا نجرب قوامه شكله ازاي. اهو بيتفرد بسهولة جدا. انا حطيت حبة كتار، دولت يكفوا الدراع كله كده تقريبا. اهو. بس ريحته ما عجبتنيش قوي. ده العيب الوحيد في اللوشن، لكن هو تحفة جدا في الصيف. ممكن في ناس تحبه، لكن انا ما حبيتش الريحة. هي الريحة دي اختلافات شخصية. لكن من ناحية تأثيره هو جميل جدا. فعلا بيرطب البشرة، حسيته مناسب خالص للصيف، لان البشرة بتتشربه بسرعة، فانتي بتحبي في الصيف تحطي حاجة ما تاخدش وقت معاكي. فهو كده مش دهني خالص، فهو جميل جدا، من الحاجات اللي عجبتني قوي. اخر حاجة معايا هو الشاور جيل ده، سحر الجنون. هو حجمه 500 ملي، سعره كان ب25 جنيه، كنت جايباه من نون. جميل جدا، عجبتني ريحته، ان ريحته منعشة. بينظف الجسم كويس قوي. مناسب جدا لسعره. كمان هو يعتبر اقتصادي اصلا لسعره. 500 ملي ب25 جنيه كان، يعني قبل ما الاسعار تغلى من فترة كبيرة، فحلو جدا، فانصحكم بيه. طيب تعالوا بقى نتكلم عن الحاجات اللي انا انصحكم بيها فيهم كلهم. هو الشاور جيل ده، واللوشن ده، والسكراب ده لو هتستخدميه للبشرة، والغسول ده طبعا اكيد، وملح الحليب ده برضو. يعني انت ممكن تستخدمي الاتنين دولت لو عايزاهم للجسم كده. وقناع الفحم ده. بس لكن الحاجات اللي ما عجبتنيش وحسيت ان ملهاش لازمه، الماسك ده وقناع الذهب ده لسه ما استخدمتوش، فهقول لكم رايي فيه لما استخدمه ان شاء الله، في ريل كده صغيره، لانه مش محتاج يتعمل له فيديو مخصوص. وبس كده يكون خلص فيديو النهارده. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناه لو ما كنتوش لسه اشتركتوا، وفعلوا زرار الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. باي.